كفاية حركات مبتذلة يا بنات ولبس مش كويس في الأفراح، لأنه سهل قوي دلوقتي أي حد يشهر بيكي، ومش هتعرفي تجيبيه عشان تحاكميه. هتتسببي في الكسوف لأهلك ولزوجك. من باب أولى قبل ما نزعل إن احنا اتشهر بينا واتشهر لنا فيديو مش تمام، كنا نخاف من ربنا ونزعل من نفسنا قبل ما نعمل أي حركة تغضب ربنا. فالله أحق أن نخشاه. احنا مش هنقدر نمنع عديم الضمير من إنه يصورنا ويشهر بينا، لكن نقدر نمنع نفسنا اصلا من فعل الغلط. مش هقولك عيب انك ترقصي بين الشباب في الافراح، لكن هقولك كمان عيب حتى انك ترقصي بين البنات في الزمن اللي احنا فيه ده، لانك ما تضمنيش تكون وسطهم بنت بتصورك عشان تشهر بيكي هي كمان لو في قلبها سواد من ناحيتك. ما بقاش في حاجة مضمونة دلوقتي. بلاش نعمل حاجات تتحط نقطة سودة تفضل ملازمانا وملازمة أزواجنا وأهلنا وأولادنا وأحفادنا. ليه يمشوا راسهم في الأرض بسبب قرار غلط منك في حدث ملوش أي لازمة في حياتك؟ فرح أختك، فرح صاحبتك، فرح بنتك، ولا واحدة منهم تستحق إنك تضحي بحسناتك وتلوثي سيرتك وسيرة أهلك في مجتمعنا الشرقي المسلم. أيوة، مجتمع شرقي ومسلم، وعمره ما هيعتبر ان الحاجات دي عادي ولا هيعتبرها صح. الحاجات دي هتفضل غلط الا بقى لو لا قدر الله اختفى الاسلام، يعني ساعتها مش هتلاقي حد يعرف العيب ولا الحرام ولا يفرق معاه الصح من الغلط. احنا مش في اوروبا ولا في امريكا. وما تفرحيش باللي بيسقفولك ويدافعوا عنك على السوشيال ميديا ويقولوا هي حرة، دي البنت فرحانة وبتجامل وكيوتة وكتكوتة ودي صاحبتها والجو ده. كل دول هيهربوا منك يوم القيامة ومحدش فيهم هيتبرع لك بحسنة واحدة. ملناش دعوة يا رب، هي اللي رقصت، محدش طلب منها. صاحبتك نفسها اللي خسرتي حسناتك وسمعتك عشانها هتهرب منك. كانت نفعتك في الدنيا بعد ما تشهر بيكي عشان تنفعك في الآخرة. فنحافظ على نفسنا لحد ما نقابل ربنا بسلام. بصي، هو كلها يومين والناس هتنساكي زي غيرك، لكن فيديوهاتك هتفضل سنين طويلة حتى بعد وفاتك ووفاة أحفادك. يعني انتي بتفتحي النت دلوقتي بتلاقي أفلام ورقصات ومعاصي لناس ماتوا من 100 سنة ولسه أعمالهم السيئة للأسف بتتعرض لأجيال وأجيال. ربنا يغفر لهم ويغفر لنا. لكن ليه أحط نفسي في الموقف ده؟ فخلي تفكيرك كل يوم ازاي اعمل عمل يكون صدقة جارية مش سيئة جارية. وكلمة اخيرة بقى للي بيصوروا البنات ويشهروا بيهم، خافوا ربنا. خافوا ربنا لان هيجي يوم وتتفضحوا انتوا كمان زي ما فضحتوا الناس. وفوق الفضيحة فانت شايل ذنب عدم غضك للبصر ليك ولكل الناس اللي اتفرجوا على الفيديوهات دي بسببك. انت كمان شايل سيئات جارية وانت حي، وهتشيلها كمان وانت ميت. وافتكر كويس اللي عملته ده عشان يوم ما تخلف بنت طبعا مش هتعرف تربيها صح. ما هو اللي بيشهر بالناس يعني بيبقى انسان مش كويس، فبالتالي ذريته هتاخد منه كتير. يعني لما بنتك تتحط في نفس الموقف ابقى افتكر وقول ده ذنب فلانة اللي صورتها وشهرت بيها وفضحتها وفرجت الناس عليها.